لما واحد تقيل في عالم البنوك زي مارك كارني يطلع يقول ان النظام المالي اللي احنا عايشين عليه دلوقتي محتاج يتصفر، ايه هتعملوا له اعاده ضبط المصنع؟ وفي نفس الوقت تلاقي ترامب عمال يعوم في الدولار والذهب سعره بقى نار وسبايكه عماله تختفي من البنوك. ساعتها تحس ان في حاجه بتطبخ وعاوزين ياكلوها لك. طب استنى كده، هو في رئيس عاقل يوقع عملة بلده؟ ومش بس رئيس، ده قبل ما يبقى رئيس كان رجل أعمال، يعني رجل اقتصادي من الدرجة الأولى. معقول دماغ رجل أعمال قبل ما يكون رئيس ياخد خطوة زي دي من غير ما يبقى عارف عواقبها؟ الكلام اللي داير إن ديون أمريكا وصلت في 2026 لحوالي 38 تريليون دولار. مبلغ يخوف، مبلغ يخض، ومفيش دولة مهما كان اقتصادها تقدر توفي الدين ده بالطرق التقليدية. فيقوم ترامب يعمل ايه؟ يضغط على الدول الغنية، لملك الجزية يا ابني من الخلايجة، ويحط ايده على اكبر احتياطي للبترول في العالم. روح يا ابني فنزويلا جيب لي نيكولاس مادرو من اوضة نومه بالبيجامة. وطبعا مش هيخفى عليه المعادن التقيلة اللي تحت التلج في جرينلاند. ويبقى كده بيساعد المواطن الامريكي الغلبان. بس دي مجرد مسكنات. هو رخص له البنزين، هو عمال يقلل له فوائد القروض في البنوك، بس في نفس الوقت خلى العملة اللي في ايديه مجرد ورق. قيمة الدولار عمالة تقل قصاد الدهب، يعني خلى اللي في جيب المواطن الامريكي مجرد ورق. والمواطن الامريكي مش غبي. هنا بقى يلجأ ترامب لحيلة قديمة عملوها قبل كده، لما في سنة 1971 عملوا صدمة نيكسون عشان يضربوا العالم كله على قفاه بعد ما حطوا ايديهم على ذهبهم. وقتها بس فكوا ارتباط الذهب بالدولار، بس بعد ما كانت أمريكا جمعت ذهب أوروبا وفرنسا. النهاردة بقى في 2026 بيحصل العكس. فالذهب اللي جمعته سنة 71 بالحيلة دلوقتي عمالة ترفع قيمته، بحيث لما يوصل لأعلى معدلات ترامب متخيلها يبتدي ترامب يطلع منها جزء يبيعه بأعلى سعر، وبكده يسدد جزء كبير من ديون أمريكا، بس ببلاش من جيوب العالم مش من جيب أمريكا. خطة في منتهى الذكاء. ولو حد فاكر إن ترامب بينفذ سياساته الخاصة، فحب أقوله ان ترامب لو مش بينفذ كل حاجة عاوزاها الدولة العميقة ما كانش جه اصلا، ما كانش هيمسكها. واظن ملفات إبستين وضحت ده. طب ازيدك من الشعر بيت؟ مش انا قلتلك في اول الحلقة ان ترامب شغال انه يخفض فايدة القروض في البنوك؟ القرار ده مخليه على خلاف مع الرئيس الحالي للبنك الفيدرالي الامريكي جيروم باول، مش موافق على السياسة دي. عشان كده ترامب مستني فارغ الصبر ان مدته تخلص بسرعة عشان يجيب حد مكانه. وجيس وات عاوز يجيب مين؟ عاوز يجيب كيفن وارش، الاسم اللي جت سيرته في ملفات إبستين الجديدة. يعني دايرة ودايرة. بس ده دلوقتي مش موضوعنا. خلونا نرجع لصلب الحلقة. لو الذهب سعره ولع أكتر من كده وصل للقمة، هل ده هينقذ أمريكا؟ هل ده هيسدد ديون أمريكا؟ طب هل العالم كله هيسكت على واحد بس هو اللي يتحكم في سعر الذهب بالشكل ده؟ الدول اللي محركاتها الاقتصادية الدولار هتسيبه ينهار؟ هتسيب ترامب يلعب لعبته ويكمل خطته؟ ده اللي هنعرفه في الفقرة الجاية. معقولة أمريكا مش واخدة بالها إن في هناك دب قاعد مستني اللحظة اسمه روسيا، وإن في تنين عمال يكبر كل يوم اسمه الصين؟ الدول دي شاءت أم أبت اقتصادها ارتبط بالدولار سنين طويلة. هي خدت شوية إجراءات في آخر كام سنة، زي إنها قللت اعتمادها على الدولار وزودت احتياطي الذهب عندها، وفكرت في أنظمة دفع بعيد عن أمريكا، لأنها فهمت اللعبة. فهمت إن اللي ماسك العملة هو اللي ماسك العالم من رقبته. فلو ترامب فضل ماشي في خطته عشان ينقذ بلده ويسدد ديونها، هم هيفضلوا واقفين يتفرجوا؟ ولا ساعتها الاقتصاد مش هيبقى مجرد أرقام، ويبقى ساحة حرب، معركة؟ وفي وقت من الأوقات هيتحول التوتر الاقتصادي
لمواجهة عسكرية. فهل اللي احنا بنعيشه دلوقتي هو وقت اكتناز الذهب والفضة فتنة آخر الزمان؟ هل دي الفتنة اللي حذرنا منها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في الوقت اللي العالم فيه مقلوبة عشان تجمع أكبر قدر من الذهب، ودول عمالة تتلاعب في سعره بقرارات وتخويف، في مشهد هادي هناك عند نهر الفرات، النهر اللي عاش عليه ملايين الناس لآلاف السنين. النهر ده عمال يجف سنة ورا سنة لدرجة إن الأقمار الصناعية بدأت تاخد صور لأجزاء كتيرة بين منقاعه. المشهد يبان عادي لولا إن رسولنا الكريم كلمنا عنه وقال لنا تأثيره إيه. ففي حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الفرات هيحصر عن جبل دهب، مجرد انحصار ميته هيكشف عن جبل دهب. فإيه اللي هيحصل لو جبل الدهب ده ظهر دلوقتي؟ ظهر في الوقت اللي العالم فيه عمالة تتصارع عشان تاخد أكبر قدر من الدهب، والناس في كل مكان عمالة تجري عشان تكتنسه. فإيه اللي هيحصل لو في الوقت ده ظهر جبل من الدهب؟ يبقى هنا لازم نكمل الحديث النبوي. قال إيه؟ الحديث بيقول: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. النبي قال إن اللي هيشوف جبل الذهب ده ما يجريش عليه، ما يجريش عليه ياخد منه حاجة، لأن ده مش رزق، ده فتنة، ابتلاء، زي اللي حصل قبل كده مع طالوت وجنوده ساعة النهر، لما ربنا قال لهم اللي هيشرب منه مش هيكمل معانا الطريق إلا من اخترف غرفة بيده يدوب بل لسانه. كان ابتلاء عظيم، بس اللي ما قدرش عليه خسر. عشان كده التحذير النبوي كان شديد: فلا يأخذ منه شيء، لأن دي لحظة اختبار وفتنة وابتلاء. لحظة الرسول قال هيحصل فيها إن كل 100 هيتقتلوا مش هينجى منهم غير واحد، يبقى ده هيبقى رزق. متخيل حرب كل 100 فيها مش هينجى منهم غير واحد؟ طب هيتبقى مين؟ الاختبار الصعب مش في اللي ما سمعش أو اللي معرفش، الاختبار الحقيقي في اللي سمع تحذير الرسول وما نفذ، في اللي سمع التحذير واتقال له يعمل ايه وما يعملش ايه وبالرغم من كده ما قدرش، وكأنه كده ما صدقش كلام الرسول ولا تحذيره. فالسؤال بقى: لو ظهر جبل الذهب دلوقتي او في وقت اصعب من اللي احنا بنمر بيه دلوقتي، الناس هتسمع تحذير الرسول؟ مش هتقرب منه؟ مش هتاخد منه ولا حاجة؟ ولا التاريخ هيعيد نفسه مع نهر طالوت؟ هتختار الذهب بدل النجاة؟ واحب افكر نفسي قبل ما افكركم بحديث عن الرسول قاله وقت اكتناز الذهب والفضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأنت به أعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. استنوني في ملف جديد وباب تاني نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريان. سلام.